صلي على النبي واعمل لايك على الفيديو وتعالى اما احكي لك حكاية النهاردة. بتبدأ الحكاية مع سفينة تايتانيك 3 اللي هتبحر بعد 110 سنة من غرق سفينة تايتانيك الأصلية، ولأن الحدث ده تاريخي بتشهد عليه كل الصحف والأخبار والإعلام، وبيبقى من ضمن الناس اللي هتبقى موجودة على السفينة هي مايا وزوجها جاكسون اللي بيبقوا مشهورين جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعندهم فانز بالملايين، ربنا يوعدنا احنا كمان. بعدها بنيجي لطاقم السفينة اللي بيتكلموا عشان يستعدوا للرحلة، وبتبقى روديس هي كابتن السفينة وتحت إشرافها براين وباركر وروجينا وهيكتور وجولي، وبتفضل روديس تديهم التعليمات اللي هيمشوا عليها، وبيتكلم معاها باركر عن أشباح الناس اللي ماتت في البحر، لكن هي بتتضايق وبتحذره ما يتكلمش في الموضوع ده تاني. في نفس الوقت اللي بيبقى كل اللي على السفينة فرحانين وبيحتفلوا بإقلاع السفينة، بيبقى فيه الصناديق الموجودة في غرفة المولدات بتاعة السفينة، وبتطلع بنت من الصندوق وبتفضل ماشية في السفينة لحد ما بتلاقي مكان فيه لبس، فبتسرق منه واحد وبتلبسه. في نفس الوقت اللي جولي بتلقي كلمة على زوار السفينة وبتقول لهم يستمتعوا بوقتهم، بتبقى البنت غيرت هدومها وبتدخل غرفة في السفينة محطوط فيها حاجات أثرية وبتبقى ملك الواحد اسمه كوكران، وبتبقى الحاجات دي كلها المتعلقات اللي غرقت من الناس اللي كانوا على سفينة تايتانيك الأصلية. وكوكران كلف رجالته بجمع كل المتعلقات دي من أعماق البحر عشان يبيعها بسعر عالي جدا، لأن الحاجات دي تعتبر أثرية، والبنت بتطلع الكمان من الصندوق الإزاز اللي هو فيه وبتبقى عاوزاه، لكن كوكران وجولي بيدخلوا عليها وكوكران بيزعق لها عشان بتلمس الحاجات دي، وبتبص على ايده وبتلاقيه لابس الدبلة بتاعة القبطان، وبتقعد البنت تقول له ان الحاجات اللي مجمعها دي ملك لناس تانية وان كنوزهم الشخصية دي كان لازم تدفن معاهم، لكن جولي بتحاول انها تنهي الحوار عشان ما تحصلش مشكلة، وبتاخد كوكران على جنب عشان تهديه. في نفس الوقت بتسرق البنت قطعتين أثريتين من غير ما ياخدوا بالهم وبتمشي. بعدها كوكران بيخبط في جاكسون بالغلط وبيتعرف عليهم وبيبقى معجب بمايا، وبتفضل مايا وجاكسون يتجولوا في السفينة وهم بيصوروا بث مباشر للناس عن كل حاجة بتحصل معاهم. وبيقف راجل من الأثرياء مع كوكران وبيبقى عاوز يشتري منه دبلة القبطان مقابل أي مبلغ يطلبه، لكن كوكران بيرفض وبيعرض عليه يوريله حاجة تانية. وبنيجي للبنت اللي بتنزل مكانها تاني في السفينة وبيبقى معاها صورة قبطان السفينة، وبنعرف إن البنت دي تبقى حفيدة القبطان بتاع سفينة تايتانيك الأصلية اللي غرقت زمان، وإنها جاية المركب عشان تنتقم من كل اللي فيها بسبب اللي كوكران عمله وسرقته لمتعلقات الموتى. فبتقرر انها تحضر ارواح الموتى اللي ماتوا عشان ينتقموا من كل اللي على السفينة. في نفس الوقت اللي روديس بتكلم فيه حبيبها فيديو وهي بتستعد وبتلبس، ومايا وجاكسون بيبقوا بيصوروا كل اماكن الفندق لحد ما بيوصلوا للمكان اللي فيه البنت دي، وبيصوروها وهي عمالة بتحضر في الارواح ومش بيبقوا فاهمين ده ايه. وبتيجي نانسي واحدة من زوار السفينة وبتلاقي مايا وجاكسون وهما بيصوروا البنت، وبتقف تتفرج معاهم على اللي بيحصل، لكن جاكسون بيتوتر جدا وبياخدهم وبيطلع، وفعلا الارواح بتستجيب وبتحضر عشان تنتقم من كل اللي على السفينة. وبتفصل الكهرباء وبترجع تاني بسرعة، وبتتقفل المكالمة اللي بين روديس وحبيبها، ومايا وجاكسون بيخبطوا في كوكران مرة تانية بالغلط وبيعاكس مايا، فجاكسون ومايا بيتخانقوا معاه وبيسيبوه وبيمشوا. وبتطلع جولي وبتقدم الاستعداد للحفلة وبترحب بالزوار الموجودين وبتوقفهم كام ثانية حداد على روح موتى تايتانيك. وبنرجع تاني للبنت اللي بيبقى روح القبطان ظهرت لها، وبعدها بيبتدي يصحي كل الموتى الباقيين. واثناء ما كان مايا وجاكسون في السفينة من بره بيسمعوا صوت موسيقى، لكن اللي بيعزف بيكون من الاموات، وفجأة كل الناس بتسمع بصوت فظيع ما عدا جاكسون، والشبح ده بيقتل جاكسون وبيخفيه والصوت بيختفي. فبيطلع كوكران في نفس الوقت اللي بتبقى مايا بتدور على جاكسون وبيهديها وبيعرفها انه ممكن يكون دخل جوه وبيحاول يدخلها، لكنها بتقوله انها هتجيب تليفونها وتيجي وراه. بس اول ما بتمسك التليفون وبتحاول تشرح للناس سبب اللي حصل معاهم، بيظهر الشبح ده قدامها وبيخلص عليها، بس مش بيخفيها وبيسيبها واقعة على الارض. في نفس الوقت باركر وروجينا بيتابعوا رادار السفينة وبيلاقوه بيتحرك وكأنه متلج، وبيقف كوكران مع واحدة من الزوار الأثرياء وبيعرض عليها عقد تشتريه، فبتوافق وبتلبسه. وبيطلع حراس الأمن بره يستكشفوا الأماكن وبيلاقوا إن مايا واقعة على الأرض ميتة، وباركر بيروح لروديس عشان يعرفها بالتشويش اللي حصل على الرادار من شوية، فبتطلع معاه وبتستغرب من اللي بيحصل وبتطلب منه يحاول يعيد تشغيل الجهاز من جديد. وبيطلع لها براين اللي بيقول لها على موت مايا، فبتنزل معاه عشان تلاقي مايا واقعة على الأرض فعلا ميتة ومش عارفين إيه السبب. وبيوصل هيكتور وبيطلب منه يجمع فيديوهات كاميرات المراقبة كلها عشان يعرفوا اللي حصل. بعدها بيبقى عامل المحركات قاعد في غرفة التحكم عشان يسيطر على الوضع، لكنه بيحس بحد جنبه وبيبص بيلاقيه واحد من الأشباح وبيقطع راسه.
في نفس الوقت هيكتور مش بيقدر يوصل لأي فيديو من كاميرات المراقبة يبين ايه اللي حصل مع ميا وجاكسون، لكنه بيقدر انه يخترق تليفون ميا عشان يشوف الفيديوهات اللي كانت بتصورها، وبيشوفوا لحظة موت جاكسون ولحظة موتها، لكنهم مش بيبقوا شايفين مين اللي عمل كده ولا عارفين اللي بيحصل. وبيلاحظوا ان كوكران كان اخر واحد واقف مع ميا قبل ما تموت، فبيفضلوا يرجعوا لحظة موتها لكنهم مش بيقدروا يوصلوا لأي حاجة. وبتروح رودس لكوكرين عشان تتكلم معاه عن ميا وجاكسون، ولما بيقعدوا يتكلموا معاه وبيعرفوه باللي حصل معاهم بيستغرب، وبيجيبوا فيديو لكوكرين وميا وجاكسون وهما بيتخانقوا، وبتتهم رودس بأن هو اللي عمل كده، وبتطلب من براين يحبسه في أوضة لحد ما يتأكدوا. وفعلا براين بياخده، لكننا بنعرف بعدها ان براين شريك كوكرين في كل اللي عمله، وانه ساعد كوكرين ورجالته عشان ينزلوا ويجيبوا المجوهرات بتاعة الموتى. فبيطلب منه براين يهدى، وانه هيحاول يطلعه من الموضوع مقابل انه يزود النسبة بتاعته شوية. كل حاجة ماشية بالفلوس. وبيوافق كوكرين طبعا بعد ما كان رافض في الاول. وبنيجي الرودس اللي بتلاقي ان السفينة بتتحرك، وبتكلم باركر عن طريق اللاسلكي عشان توقفها، لكن باركر مش بيرد عليها، فبتنزل عنده وبيعرفها انهم مش عارفين يتحكموا في السفينة وان المحركات بتمشي لوحدها. وبتبقى رودس مش عارفة تعمل ايه عشان بيبقوا داخلين على جبل جليدي، وكأن سيناريو تايتانيك القديم اللي من 110 سنة بيتكرر معاهم مرة تانية. في نفس الوقت بتطلع جولي الست اللي اشترت من كوكرين العقد في الهوا بره شوية عشان مخنوقة، لكن لما بتسيبها وبتمشي بيظهر شبح صاحبة العقد وبتخلي العقد يذبحها. وبتنزل رودس عشان تشوف فين طاقم المحركات عشان تفهم اللي بيحصل، لكن مش بتلاقي اي حد، وبتشوف قدامها العامل اللي اتقطع راسه. فبتحاول رودس انها تتصرف في المحركات لكنها بتبقى متلجة، وبيبقى المكان هينفجر بسبب الشبح اللي بيبقى رافض انهم يحاولوا يوقفوا المحركات. فبياخدها براين وبيطلعوا على المكان على اخر لحظة وبينفجر. وبيجي هيكتور عشان يتفحص مكان الانفجار ويعرفها بالخسائر، وبتسيبه وبتطلع لباركر عشان تشوف حل معاه. وبيفضلوا يطلبوا استغاثة من سفينة قريبة منهم، لكن أقرب سفينة قريبة منهم على بعد ساعتين لسه. وهيكتور بيفضل ينادي عشان لو لسه في حد عايش، لكن الشبح بيظهر وراه. بنيجي بعدها لكوكرين اللي الأوضة فجأة بتنزل مية من السقف، وبيحاول يستغيث بحد لكن محدش بيسمعه، وبيظهر له الشبح وبيربط ايده في السرير وبيفضل يظهر قدامه وبيرعبه. ونانسي بتروح لرودس وبتوريها الفيديو بتاع مايا وهي بتموت، وبتقول لرودس ان اللي قتلها شبح، لكن رودس مش بتصدقها وبتحاول انها تهديها وبتعرفها ان مفيش حاجه اسمها اشباح، وبتطلب من براين يرجعها الاوضه بتاعتها تاني. لكن رودس ما بتبقاش مطمنه لكل اللي بيحصل، وبيدخل براين لكوكرين عشان يطمن عليه، بيلاقيه نايم في الارض مرعوب من اللي شافه. وبيخلي براين يخرجه من الاوضه ويوديه لرودس عشان يقول لها كوكرين ان هو كان مقيد كانه في السجن. وبيظهر قدامه شيء غريب ومتلج زي الموت، لكن رودس بتحاول تهديه وبتطلب من براين وحارس الامن ياخدوا كوكرين على اوضته. وبتحاول هي انها توصل لهيكتور لكنه مش بيرد عليها وبيختفي. واثناء ما كان براين وكوكرين والحارس ماشيين، بيلاقوا البنت اللي حضرت الارواح، فبيتكلموا معاها لو شافت مايا وجاكسون، لكنها بتقول لهم انها ما قتلتش وان اللي قتل هو كوكرين. وبتعرفوا ان الحاجات بتاعه الموتى اللي اخدها منهم وعرضها للبيع دي هي اللي عملت اللعنه وخلت كل ده يحصل. لبست الموضوع لكوكرين يعني. وبتعرفهم ان جدها كان على سفينة تايتانيك اللي اتدمرت، لكن بترفض تقول هو مين، اكيد مش هيطلع جاك يعني. وبتعرفهم ان السفينة بقت ملعونة بسبب اللي عمله، وانه هيشوف الناس كلها بتموت قدامه وهو بيتفرج. لكن براين بياخدها هو والحارس عشان يوصلوها المكان تقعد فيه، والحارس التاني بيروح مع كوكرين، لكن بيظهر شبح لكوكرين والحارس. وبيفكر الحارس انه شخص من الزوار وبيطلب منه يرجع اوضته، لكن بيقرب منه الحارس وبيخلص عليه. وكل ده كوكرين بيكون مستخبي عشان ما يتأذيش، ولما بيطلع وبيلاقيه مات بيطلع يجري من الشبح اللي قدامه. وبنيجي بعدها لبراين اللي بيحبس البنت في الأوضة اللي كوكرين كان قاعد فيها، وبتقعد تقول قدام الحارس ان براين بيستفيد من موت الناس اللي حواليه، وبيعرف الحارس انها بتحضر ارواح وان هي اللي عامله كده، وبيفضل يصرخ. لكن الباب بيتقفل فجأة عليهم وشبح القبطان بيظهر لهم، وبيفضل يمد البنت بالقوة عشان هي اللي تنتقم منهم. فبيحاول براين انه يضربه بالنار، لكن بيلاقي ان الطلقه جت في الحارس عشان اهبل بيضرب الشبح اللي هو المفروض غير مرئي يعني. مش عارف الراجل ده ما بيتفرجش على افلام ولا ايه. المهم البنت بتتخانق مع براين وبترميه في الارض وبتسيب الحارس وبتمشي.
في نفس الوقت النور بيقطع في المكان كله، ولما روديس بتشغل الكشاف بتاع تليفونها بتلاقي شبح وبتصرخ، لكن بيختفي بسرعة وكلهم بيبقوا حواليها. وبيوصل كوكرين على اوضته وبيلم كل الحاجات اللي عنده في الأوضة بتاعة الموتى، وبيقلع الدبلة بتاعة القبطان وبيحط كل ده في علبة. وبتبقى حالته النفسية وحشة جدا وخايف، لكن فجأة بيشوف شبح واحدة بتستحمى في الحمام عنده وبتهجم عليه، فبيتخض وبيجري بسرعة وهو بيصرخ. وبيقوم براين وبيطمن على الحارس وبيطلعوا سوا من الأوضة، لكن براين بيمشي وبيسيبه وبيظهر شبح للحارس وبيخلص عليه. والبنت بتروح على غرفة التحكم اللي فيها باركر وروجينا وروديس، فبيحاولوا يمنعوها لكنها بتخنق اللي بيقف في طريقها وبترميه. وبتفضل توجه السفينة عشان تخبط في جبل التلج وتنهار. وبتحاول روديس انها تتكلم معاها لكنها مش بترد على اي كلام، وبتفضل مكملة لحد ما بتخبط السفينة في جبل التلج. وبيتكرر نفس السيناريو اللي حصل من 110 سنة. فروديس بتقول لها ان هي اللي في ايديها توقف كل ده. الغريب ان البنت بترد عليها وبتقول لها انا عارفة، وبتذبح نفسها وبتموت عشان ما تساعدهمش. والسفينة بتخبط في الجبل وجولي بتخرج الناس عشان يبقوا في امان. في نفس الوقت كوكرين بيروح لروديس وبيعرفها انهم لازم ينزلوا الحاجات بتاعة الموتى في قاع البحر من تاني. وبيحاول براين يسكته عشان ما يتفضحش قدامهم، لكن من الضغط اللي روديس فيه مش بتهتم للكلام بتاعهم. وبتطلب من روجينا تمسك الجسر بتاع المركب اكبر وقت ممكن، وبتفضل السفينة تغرق واحدة واحدة. فبراين بيفضل يلم في المجوهرات وبيقول انا هبقى غني جدا، لكن شبح مية بيظهر قدامه وبيخليه يضرب نفسه بالرصاص. وبيجمعوا الناس في قوارب النجاة عشان ينقذوهم، لكن كل مركب بتنزل بتتقلب في المية والارواح بتاخد روح الناس اللي عليها. وجولي بتخرج الناس وبتكلم براين اللي بيبقى تحول لشبح، وبيوقع المركب على دماغها وبيموتها. وبيفضلوا على كده لحد ما السفينة كلها بتغرق. وبنيجي لبراين وهو في مركب لوحده وتعبان جدا من شدة البرودة، وبتبقى روديس لسه عايشة وبينقذوها وبياخدها معاه على المركب، لكنه بيموت وبيتحول لشبح وبيموتها هي كمان. بمعنى أصح كل الناس اللي على السفينة ماتوا ومحدش فيهم نجا أبدا. ودي صديقي المشاهد مشكلة اللي يفكر يعمل جزء تاني لتايتانيك الأصلي. وهنا بتخلص حكايتنا النهاردة، فتأكد انك مشترك في القناة ومشغل الجرس عشان تتابع حكايتنا أول بأول. كان معاكم يحيى السباعي، واشوفكم الحلقة الجاية.